اهلا وسهلا. اتاخرت عليا ليه؟ استنيك من بدري. تعال نشوف الجديد عند الدهان. النهارده هاكلك حاجه جديده مش موجوده في اي حته تانية. دي كفته الفراخ، دي الاختراع بتاع الدهان بقى. سجق الفراخ، اتحداك ان حد عملها قبلينا. ونسيت اقول لك حاجه تانية برضو، الاختراع بتاعنا الكوسه البشاميل. طبعا انت مش هتصدق ان احنا عملنا السجق فراخ، ده اختراع الدهان والخلطه بتاعت الدهان المميزه. كفته الفراخ شكلها بيدل على طعمها. دي بقى الكوسه اللي كنت هنساها من شويه، ما كنتش هقدمها لك. اتفضل يلا عشان تقول لي رايك. ابتدي بايه؟ السجق. قطعت السجق، عايزك تشوف شكل الفراخ من جوه. طبعا ده اختراع. جرب بقى بالطحينه. على فكره انا ممكن اقول لك على حاجه، السجق ده برده ممكن يتاكل خاص بالجيم، مش دسم ولا حاجه، خفيف جدا على المعده. جرب الكفته بتاعتنا، لان في عملاء كتير ما بتحبش مثلا اللحمه، فاحنا عاملينها. جربها بالعيش والطحينه بقى، هتعجبك قوي. جرب الترش بتاعنا والفلفل الحامي بتاع الدهان. جرب بقى الكوسه بقى، عايزك تشوف بقى جمالها والخضار بتاعها من جوه. الكوسه بتاعتنا يا جماعه فريش، باين من الخضار بتاعها. اتفضل دوق بقى وقول لي الطعم. هجرب معاك الكوسه، عايزك تتفرج على شكل اللحمه المفرومه مع الكوسه، جامد جدا. يلا هنروق بقى مكاننا كده عشان هنجيب الحلو بتاعنا التريريتش. مستعد للتريريتش؟ طبعا الدهان مميز في التريريتش. دي سبونج كيك مسقيه باللبن بالمانجا الفريش، دي طبعا من انتاج الشيف بتاعنا. مانجا فريش، كلها هتعجبك قوي. اتمنى تكون انبسطت معانا النهارده بالتجربه بتاعه سجق الفراخ وكفته الفراخ وكوسه البشاميل والتريليتش. ما تنساش تنزل الابلكيشن الدهان عشان لو احتجت الدهان في اي وقت يبقى تحت امرك. نورتني.